بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض وصفه خفيفه وبسيطه خالص. هنعمل مكرونه بالصوص الابيض. دلوقتي هنحط ميه على النار والملح عشان نسلق فيها المكرونه. كده الميه غلت معانا، هحط معايا المكرونه. انا حاطه ربع كيس مكرونه. هت... هنقلبها بقى ونسيبها تنسلق على النار. في الوقت ده لما تكون انسلقت على النار هنعمل الصوص بتاعها، اللي هو بشاميل، اللي هو معلقه دقيق ولبن. واللي عنده كريمه يستعين عن يعملها بالكريم. دي بديل الكريمه. نحط معلقه، لا حطينا معلقه سمنه، نحط عليها معلقه دقيق، ويدوبك هنشوح حاجات بسيطه عشان ما تاخدش لون، عشان احنا عايزين الصوص يكون ابيض وفاتح. طبعا انا عامله كميه بسيطه لان انا مش عامله كيس مكرونه، انا عامله ربع كيس مكرونه، عامله كميه بسيطه. فهنا هتحتاج منها معلقه سمنه، هزودها معلقه سمنه تاني. كده حطينا معلقه السمنه. كده شلناها من على النار على ما احط لها التوابل واحط لها اللبن، عشان مش عايزينها تاخد لون، احنا عايزينها فاتحه. احط لها معلقه ملح ومعلقه فلفل. انا هستعمل ملح وفلفل بس. اللي حابب يحط اي بهارات تانية ماشي، ويا ريت يكون فلفل ابيض، بس انا ما عنديش فلفل ابيض، حطيت فلفل اسود عشان ما يبانش معاكم في الصوص. كده رجعنا الطاسه تاني على النار، وهنفضي اللبن مع بعض شويه بشويه عشان الدقيق ما يكتلش مننا، واذا كتل منك ممكن تضربيه في الخلاط. كده نبدا نزود بقى كميه الكوبايه. فانت ممكن لو تقل منك ممكن تزودي شويه ميه مكرونه، او تخفيه بشويه ميه او بشويه لبن، لان الدقيق بيختلف من نوع لنوع. او لو خف ممكن تزودي شويه دقيق برضو. كده هنبدا نقلب مع البشاميل مع بعض، وهوريكم السمك بتاعه. عايزينه سمك خفيف لان هو اما بيهدى شويه ممكن يتقل شويه. زي ما انتم شايفين السمك معاك. طبعا هو يفضل الفلفل الابيض. كده دي كانت صدر فرخه مستوي عندي، فانا مش هعمل فيه حاجه غير اشوحه بمعلقه سمنه وشويه ملح وفلفل. انت لو ما عندكيش صدر الفرخه، لو لسه هتعملها مثلا بانيه او حاجه، ممكن تشوحها ببصله وشويه ملح وفلفل وتحط معاها بصل. وطبعا اللي حابب يحط معاها مشروم او موجود عنده مشروم ممكن يحط معاها مشروم برضه. هي الفرخه بتاعتي متبله وفيها كل حاجه، لان انا فاضله عندي مستويه ومشويه وجميله. يا دوبك هرش شويه رشه الملح البسيطه ورشه فلفل عليها بس. انت لو حابه تحط اي بهارات تانية ماشي، ولو حابه تحطي مكعب مرقه للبشاميل برضو ماشي. كده هنقلب فيها شويه لحد ما تشرب التوابل بتاعتها. في الوقت ده ممكن لو عندك مشروم ممكن تضيفيه عليه، ياخد تشويحه معاه برضو. كده جهزنا كل المكونات بتاعتنا، هنبدا بقى نركبها مع بعض. كده هنبدا نضيف الصوص الابيض على المكرونه ونقلبه، وهنشوف اذا احتاجت تاني هنحط له. يفضل يا حبايبي تتاكل سخنه، لانها لو اتاكلت بارده عارفين طبعا المكرونه نشا والبشاميل هيمسك. فيا دوبك الكميه خدت كل المقدار البشاميل اللي عندنا.
ولو كنت عامله كميه طبعا هتسيبي كل حاجه لوحدها عشان تعرفي تسخنيه. والبشاميل لو تقل ممكن تفكيه تاني بلبن او بشوربه ممكن. كده هنحط نص كميه الفراخ ونقلبها معاها، وهنخلي الكميه التانية هوريها لكم دلوقتي نزوق بقى الطبق. كده بنتاكد ان البشاميل دخل في كل المكرونه. وممكن انت لو حابه تحط لها بشر جبن برضو ممكن، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، ماشي. كده هنبدا نفضي الطبق. اتاكدنا الحاجات كلها امتزجت مع بعضها، فهنبدا نفضي الطبق. وكده ممكن ينفع غدا خفيف او عشاء بسيط برضو. كده بدأنا نحط الفراخ على الوش. وكده يا حبايبي زي ما انتوا شايفينها معاكم طالعه جميله وبسيطه وما خدتش مننا اي وقت. ولا اي تكاليف، لان استعنا بدل الكريمه اللباني استعنا بالدقيق، ومع معلقه دقيق وكوبايه لبن بس. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وخفيف على قلبكم وتجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات. ومع السلامه، وقابلكم في فيديو تاني جديد باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل النهارده مع بعض اكله خفيفه وتعتبر اكله المطاعم، كلنا بنحبها وكلنا بنشتريها، واولادنا كمان بتحبها وبتحب تشتريها من بره. فهنحاول نجربها، هنعملها مع بعض النهارده بابسط طريقه في البيت، ومكونات موجوده عندنا في البيت كلنا. هنعمل مع بعض النهارده الكريب، طريقه بسيطه وخفيفه خالص. معايا كوبايه دقيق، معايا بيضه، معايا معلقه بيكنج باودر، معايا كوبايه لبن، معايا رشه ملح ورشه فلفل. نفس الكوبايه اللي انا ملياها لبن ملياها دقيق. هبدا احط هنا نص معلقه صغيره بيكنج باودر او معلقه ممسوحه صغيره زي ما انتم شايفينها قدامكم كده يا حبايبي. هبدا اقلب البيكنج باودر على الدقيق. كده بدات افضيه في الخلاط، كله هنعمله مع بعض في الخلاط اسهل وهيوفر معانا وقت. كده بدات افضي الدقيق في الخلاط زي ما انتم شايفينه. طبعا كده هنوفر مواعين وحاجات كتيره علينا. هبدا احط عليه كوبايه اللبن، وهبدا اضربه مع بعض ونشوف السمك سوا مع بعض. هبدا اقلب الدقيق مع اللبن الاول في الخلاط زي ما انتم شايفينه قدامكم. كده هبدا اضيف بقيه المقادير اللي هي البيضه. كده حطينا البيضه، وهحط الملح والفلفل. انا حاطه فلفل يا حبايبي لان انا هستعمله حادق بس. انت لو هتستعمليه حلو حطي له فانيليا. وكده بحط معلقه زيت. لو هتستعمليه حلو هتحطي له فانيليا، هتستعملي الاثنين تحطي معلقه خل. لو هتستعمليه حادق وحلو تحطي معاه معلقه خل. انما انا حطيت فلفل مع البيضه لان انا هستعمله حادق بس. كده هبدا اضربه تاني مع البيضه والملح والفلفل بتاعنا. كده بقى هبدا اقلب الدقيق اللي معانا في كوز الخلاط عشان كله ينضرب مع بعض. كده قلبناه كله مع بعضه. شايفين السمك بتاعه يا حبيبي طالع معايا خفيف وحلو ازاي؟ لا هو خفيف ولا هو تقيل، عشان لو طلع تقيل مش هيفرد معايا في الطاسه وهيطلع تقيل معايا ومكتوم، مش هيطلع معايا هش. كده الخليط بفضيه قدامكم في البلاستيكه بتاعته. شايفين قوامه نازل معايا حلو وسلس ازاي؟ مفيش اي كتل. لو عمل عندك كتل ممكن انت تصفيه، انما هو كده مضروب كويس وما نزلش معايا كتل. كده بدات احط الطاسه على النار متوسطه. هبدا ادهنها بالفرشه زيت. لو ما عندكيش فرشه ممكن تدهنيها بمنديل مبلول زيت. انا فضيت الخليط يا حبايبي في كوس عشان يبقى اسهل عليا، بدل ما اخد بالكبشه وكده ففي الكوز اسهل. هبدا الحق اقلبه في الطاسه عشان ما يمسكش مني. عايز سرعه وانت بتلفيه في الطاسه عشان يطلع معاكي متساوي ودواير. هبدا كده بالاسباتيولا اشوف الحروف، اول الحروف ما تسيب اعرف اللي هو بدا يستوي. كده ببدا الف على الحروف كلها واشوفه معايا.
شايفين يا حبايبي كده ما لزقش مني ولا حاجه خالص، وشايفين خفيف وجميل ازاي. الاسباتيولا باينه من تحت، ده يدل على ان هو خفيف وطالع معايا كويس. وزي ما انتم شايفين ما بياخدش وقت، هي النار تعتبر نار متوسطه. كده خلاص ابتدى ياخد مني لون فاتح تحت، لون بيج فاتح. كده بدات اقلبها عشان تاخد لون من ناحيه من الجنب التاني. كده ببدا اضغط عليها، او تبداي تحركيها عادي براحتك خالص لحد ما تاخد اللون اللي انت عايزاه. لو انت عايزه تغمقي اللون عن كده ماشي براحتك، بس حاول النار تكون متوسطه عشان ما يلسعش منك. ولو كانت النار عاليه هيتحرق معاكي من تحت وهيكون لسه ما استواش. زي ما انتم شايفين ما هوش لازق مننا خالص يا حبايبي، وبيتحرك معانا في الطاسه بتاعتنا بكل سهوله. كده خلاص اخد اللون مننا، وشايفين طالع معانا طري وجميل ازاي. وشلتها قدامكم ما اتقطعتش ولا جرى لها اي حاجه. كده هنبدا نعمل واحده مع بعض تاني عشان اللي ما خدش باله من الاولانيه. كده ببدا الفها في الطاسه على طول اول ما افضي المقدار بتاعي. عايزه تكبري عن كده ماشي، عايزه تصغري عن كده ماشي، كل واحد حسب ما بيحب. شايفين ما بياخدش معايا وقت، وبتبدا الاحراف بتاعته تسيب على طول زي ما انتم شايفينها قدامكم. وما اشترطش كل مره تعوز الطاسه زيت، لان لما النار معاك متوسطه والطاسه سخنه ما اشترطش، مش هيلزق منك باذن الله. شايفينه طالع معانا ازاي يا حبايبي، وخفيف خالص. وطالع واخد معانا اللون البيج الجميل اهو. وكل المقادير موجوده عندنا في البيت. طبعا عارفين كلنا اولادنا بتحب الحاجات دي وبيحبوا يشتروا من بره. وممكن تعمليه بالحشوات اللي انت بتحبيها واللي هم اولادك بيحبوه. مش هيكلفك نص الثمن اللي انت بتشتري بيه من بره. كده خلاص اخدت اللون معايا. شايفين طالع معايا طري وجميل ازاي، من اول واحده لاخر واحده كله طالع طري معايا وجميل. والكوبايه دي تعتبر ادتني 7 كريبات بالحجم اللي انتوا شايفينه معاكم. دي طبعا الحشوه الموجوده عندي في البيت. بطاطس محمره، دي بطاطس محمره، دي قطعه فراخ كانت فاضله عندي شوحتها بفلفل وبصل. ودي البطاطس زي ما شفتوها. ودي قطعتين بانيه كانوا فاضلين. ودي طماطم وفلفل شرايح. ودي جبنه موتزاريلا، حابه انت تحطي رومي شيدر اللي انت حابه تحطيه. وحابه تعملي حشوات تانية غير اللي انا عاملاها دي براحتك. كده هنبدا نحشي مع بعض اول واحده. كده بدات احط الفراخ البانيه. هبدا بقى ارص عليها شرايح الطماطم وشرايح الفلفل، واحط عليها الجبنه الموتزاريلا. طبعا زي ما انتوا عارفين الحشوات دي كل واحد حسب ما بيحب، وكل واحد حسب ذوقه وحسب اولادك بتفضل ايه. كده هنبدا نقفلها مع بعض. زي ما انتوا شايفين سهل وما خدش مننا حاجه. وكده يا حبايبي بدانا نقفل الكريب مع بعض زي ما انتوا شايفين، طريقه سهله وبسيطه خالص، ويعتبر في البيت ويعتبر ما كلفناش اي حاجه. كده هنعمل مع بعض واحده تانية بحشوه مختلفه. كده هبدا اعملها بحشوه الفراخ. عايزه تعملي فراخ انت من الاساس تكون عندك نص كيلو بانيه وعايزه تعملي بيه، عندك قطعه بانيه نيين وعايزه تعملي بيهم بدل ما تعمليهم بانيه ماشي، ممكن تعملي بيهم. عندك موجود مستوي زي ما انا عملت كده، تحاولي تعيدي تدويره تاني مره تانية، لان طبعا عارفه ما الحاجه بتبات الاولاد ما بيبقوش ياكلوها. فنبدا نعيد تدويرها في حاجات زي دي كده. كل اللي خد مننا يا دوبك بصله وشويه فلفل ومعلقه سمن. وكده حسبوها وجبه تعتبر وجبه تانية. كده هنعمل واحد بطاطس مع بعض. هبدا عليه احط عليه الجبنه. انا مش هحط جواه يا حبايبي لا كاتشب ولا مايونيز، انا هخليه بره عشان اللي يحب يضيف يضيف. انت لو حابه تحط عليه في الحشوه من جوه براحتك. والكميه اللي تحبي تحشي بيها برده براحتك، حسب انت بتحبي كتير بتحبي شويه براحتك برده في الحشو.
كده هنبدأ نقفلها مع بعض. كده بقى هنبدأ نروح تاني نديله الصدمة بتاعته عشان يقرمش معانا. كده حطيت معلقة زيت في الطاسة وهسيبها تسخن. هنحط الكريب يا حبايبي على الناحية اللي هي المفتوحة اللي احنا قافلينها عشان يقفل معانا لحد ما ياخد اللون والقرمشة اللي احنا عايزينها. دي طبعا برضو براحتك. دي حتة جبنة حتة جبنة موتزاريلا طلعت مني، فطبعا مش هنرميها، انتوا عارفين احنا ما بنرميش اي حاجة، فحطيتها في الكريباية من الجنب التاني. كده هبدأ اضغط عليه بالراحة عشان الحشوة ما يطلعش مني لحد ما ياخد اللون المقرمش اللي انا عايزاه. طبعا كل الحشوة اللي جواه متساوية، مستوية قصدي. طبعا كده انا هبدأ اديله القرمشة بتاعته اللي هي عاوزها، وهوريكم شكلها دكتة ما تتقلب على الناحية التانية برضه عشان تاخد معانا نفس درجة القرمشة. ولما بياخد اول صدمة على الحتة اللي هي المفتوحة دي بتقفل معانا يا حبايبي، ما بتفتحش ولا توقع اي حاجة. زي ما انتم شايفين اتقلب معايا بكل سهولة. كده هبدأ ادهن الطاسة بمعلقة زيت برضو بالفرشة عشان ابدأ احط واحدة تانية معاكم. كده هبدأ احط التانية معاكم. زي ما انتم شايفين ما بياخدش مننا اي وقت خالص، وممكن تعملي كمية من الكريب ده وتحطيها في كيس في الفريزر، من ما تعوزي تستعملي تطلعيه مستوي وتعملي بيه على طول. ويعتبر مقاديره سهلة وموجودة عندنا في البيت. يعني عملنا غدوة بحاجات بسيطة في البيت. طبعا الاولاد ما كانوش هيرضوا ياكلوا حته قطعتين البانيه اللي فاضلين دول، طبعا بيتين مش هيرضوا ياكلوهم. ونفس الحكايه يعملوها مع الفراخ. طبعا انتوا عارفين كلكم عندكم المشكله اللي عند اللي في كل بيت دي. كده مستنيه عليه لحد ما ياخد اللون القرمشه معايا. انا هنا برضو يا حبايبي بعمله على نار متوسطه عشان يطلع مقرمش معايا. كده هبدا اقلبها بالراحه زي ما انتوا شايفينها معايا. طبعا شايفين هي قفلت معايا ازاي، الجبنه ساحت وقفلت معايا لان انا حطيتها على الحته المفتوحه على طول. شايفين اللون الذهبي طالع معايا، لون ذهبي وجميل ازاي. وبدأ يقرمش معايا والجبنه تسيح جواه. وانتوا ممكن لو عايزه تعملي تشكيله جبن بس ماشي. معلش ان كنت طولت عليكم في القرمشه بتاعته بس عشان تشوفوه معايا. وكده يا حبايبي بعد ما خلصت الكميه بتاعتي بدات اقدمها، وده الشكل النهائي بتاعها. ويا رب كلكم تجربوه ويعجبكم. ويا ريت لو عجبكم تسيبوا لي ارائكم في التعليقات. ولو عايزين حاجه تانية نعملها مع بعض يا ريت تقولوا لي عليها وتسيبوها لي. والصحتين وهنا على قلبكم وعلى قلب كل اللي جربوا يا حبايبي. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع الف سلامه يا حبايبي.